وين هذه الاشياء لما كنا ندرس لغه هنا؟ والله صار احلى ويفتح النفس. كنا في كآبه احنا والله. يا جماعه ايش سالفه الحساب؟ ما بقى شخص ما هكره. والله قبل شوي في الكلاس جو اشخاص كلموني قالوا لي ثنيان في شخص ثاني هكر حسابك ويقول لك تعال كلمني عشان يرجع لك الحساب. الله اكبر. يا جماعه اقسم بالله ما لها داعي، جالس في الكلاس وكل شوي تجيني رساله واحد يحاول يهكر التويتر، اعاده الباسورد، تجيني ارقام. يا جماعه اقسم بالله خلاص والله خلاص. طلعت برا الكلاس عشان اصور هذه السنابات. والله يا جماعه ما صارت، والله تبغون حسابات خذوا الحسابات خلاص. واحد هكر الانستغرام وتويتر والسناب. الحمد لله يا رب بعد فيلم هندي غريب رجع الحساب. انا اشكر عبد الاله وكوما يعطيكم العافيه. كوما ايش اسمه، لكن يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم رجعت الحساب. يعطيكم العافيه. توني بطلع الحين بروح بلحق على صلاه الجمعه الا اشوف كثير يكلمني ثنيان ما شاء الله علينا الفيديو وصل الثاني على السعوديه الثاني، وافتح اشوف الا والله ما شاء الله الثاني ماكو تشوفون شيء واحد. طيب شوفوا مين الاول؟ شركه صاحي حلو، ومين الثالث؟ شركه مسامير حلو، واحنا يعني قاعد ننافس شركات. بارك فيكم جميعا والله علينا صراحه. الحين انا ابدا يومي صح، ابدا يومي وانا مبسوط. نلحق على صلاه الجمعه. شكرا لكم والله يا جماعه شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونطلع من باب الامل. باب الامل رجعنا لك. مبسوطين والله مبسوطين اليوم والله على الجمال. نيجي عند مشكلتنا المعروفه والمعتاده. دور موقف يا الذيب. والله فل فل الفل. هنا ممنوع نوقف هذا البيت، فانا اشكركم مقدما لانكم بتخلوني اوقف هنا بس نص ساعه ونلحق على صلاه الجمعه. والله على مصنع الحليب. ايش السياره هذه؟ ايش الحركات؟ يعني اللونين ولا صباغها بالغلط ولا وسخه من قدام ولا ايش السالفه؟ والله غريبه. ونلحق على صلاه الجمعه. الحين وصلنا. زحمه ما شاء الله والله زحمه. كل قدام. سلام راشد. هذا ثنيان جبناه لك يلا. الوالد عندي وراشد شد حيلك بالدراسه، شد حيلك تبغى تطلع بعثه لازم تصير مضبوط. السلام عليكم. شو اتفاق تقول لي؟ شو اتفاق؟ شو اتفاق شعب؟ والله احسن فريق صراحه. يطقطقون على الاتفاق العيال. ايش في الاتفاق يا عيال؟ احسن فريق. ايه كذا الكلام. Say something in Arabic. سيلفي. No, say something in Arabic. We don't have time. جزاك الله خير وزوجك بكره. شكرا. اعطونا مخالفه ولا لا؟ وما في مخالفه. نشكر صاحب هذا البيت انه بيخلينا نوقف هنا. بيصير موقفنا الرسمي ان شاء الله. طيب اول سؤال يا عيال، اخترنا المطعم ولا خلاص اتفقنا عليه؟ اتفقنا. فيش اند شيبس؟ نروح فيش اند شيبس. فين جيت وقفت السياره هنا يا جماعه؟ الا شوف ايش حصلت قدامي. كل شيء حاليا مذكرني بالدباب الاخضر. المهم وصلنا عند هذا المطعم فيش اند شيبس ومفتوح اليوم الحمد لله. مع المطعم كالعاده. هناك خالد وابراهيم. والله على المنطقه هذه والله ذكرنا بالصيف. هنا مطعم مكسيكي، هنا مطعم ياباني، هنا مطعم بحري، مطعم بحري بعد. ايش صارت يا عيال؟ ايش في؟ الله الله ايش الحركات هذه؟ والله ما شاء الله تبارك الله ثلاثه. في بعد ولا خلاص؟ خير يا اخوي. هلا بالعيال. هنا طلبت لي برجر سمك واعطوني هذا الشيء، قالوا وقت ما يرن تعال جيبه لنا. الناس هنا جالسين زحمه. تعال نشوف عند البحر. طبعا هذا تاكسي ينقلك من هنا الى وسط المدينه، وياخذ منك $2.50 يعني تقريبا حول 7 ريال. هناك شباب يطلبون. ابراهيم حصل مكان كويس كويس. وهلا العيال جاء الطلب حقي وطلب حق خالد. الطلب جماعي جاء. نروح نستلم طلب هنا. هلو. وهذا هو طلبي برجر مع ربيان. هلا بالعيال. واو شيء جميل والله. وعلى البحر بعد. صح ان البحر لون اخضر اتفاقي لكن يلا مالي. ممنوع تاكلهم هنا لكن سوي نفسك بالغلط. انت فاهم الوضع صح؟ فاهم الوضع ها؟ امشي. السلام عليكم. بالعافيه عليك. وراحوا كلهم. انا جلست في السياره عشان ما اجيب جاكيت. هشوف وين راحوا. خالد ابراهيم والله شوف وين هناك مش واضح. لحظه دقيقه. قول ابراهيم يقول شوف صراحه والله برد يا عيال وما اجيب جاكيت. توهقت يا الله. لكن والله المنظر جميل يا جماعه. يشوفون اسعار تذاكر جاستن بيبر. استغفر الله يا عيال استغفر الله. شوفوا لي اذا في تذكره معكم زياده يا عيال. شوفنا اسعار تذاكر بس كذا لقافه. توقعون كم طلعت اسعار التذاكر؟ سعر التذكره الواحده $230 يعني حوالي 690 ريال.
تقعد بعيد، لكن اذا بتقعد قريب كم دولار؟ 2400 $2400 يعني كم ريال سعودي؟ 7000 7000 ريال سعودي عشان جاستن بيبر. كيف الويكند هنا؟ والله الويكند جميل. لا تلبس معنا خالد، البس معنا. البس استمتع. يلا على عندي سؤال يا جماعة، الحين الموضة صارت اسود وابيض. شوفوا ما شاء الله كلها اسود وابيض. شوفوا شو الجاكيتات اللي حصلتها، والله تحس انك توك طالع من الحمام انت بكرامة. احس اني دكتور كذا، ولا كان محمد علي قبل ما يدخل ملاكمة وادخل زي كذا تحمس. كيف حصلت؟ السلام عليكم. يلا احكي الشهوة. طيب تمام. هذا المحل طابة لكن فرع كندا، رخيص، كل شيء فيه رخيص. شوف مثلا هذا $3 يعني تقريبا 9 ريال، كل شيء رخيص. طالع لي خليجي تسلم. شو خليجي؟ شنب حركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شو اخباركم؟ مسوين؟ ان شاء الله طيبين. صحيت من النوم جاء كثير يكلمني اثنيان، في واحد في اليوتيوب يسب اثنيان واصحابه، في واحد يوتيوبر تكلم علينا في تويتر. طيب قبل ما نشوف هذول الاشخاص ليش تكلموا علينا؟ تكلموا علينا لان بسبب هاشتاج اصحاب اثنيان. طيب بجلس معاكم جلسة الحين انا وانتم، طيب نتفاهم الحين. هل في احد فلوقات انا قلت لكم روحوا اكتبوا في اليوتيوب او اكتبوا في كل كومنتات اليوتيوب اكتبوا اصحاب اثنيان وسووا الهاشتاج وانشروه؟ ولا مرة قلت زي كذا، ولا في احد فلوقاتي قلتها. هذا دعم منكم. ممكن يجي البعض الحين يسأل ثنيان كيف طلع هذا الهاشتاج اصحاب ثنيان؟ تعال انا اوريك كيف طلع الهاشتاج. في شيء يسعد، ما بقول ما يسعد، لا بقول ما بيسعد، بنخليه يسعد ان شاء الله. ايش اللغز هذا؟ خليني اقول لكم الحين. في احد الفلوقات قلت من قبل ان في شخص تكلم علي باحد مقاطع، وكل التعليقات ما شاء الله، جيش ثنيان، اللي جاي من ثنيان لايك، ثنيان خالد، جيش ثنيان لايك عشان جيش تون، جيش ثنيان وجيش ثنيان وجيش ثنيان، جيش ثنيان، جيش ثنيان. عجيبة، لكن راح نغيرها باذن الله من جيش ثنيان الى اصحاب ثنيان. جيش تحسه ادري كيف كذا قائد وجيش، ما ينفع ابدا. اصحاب ثنيان تحس كذا اصحاب معاه دائما، فزعه ولا شيء. يا جماعه ما ابغى اشوف ابدا في تعليقات جيش ثنيان اصحاب ثنيان. ما اليوم رايح اي شيء يصير ولا قلت لكم على مقطع ولا شيء اصحاب ثنيان. المقطع الاصلي لكلمه اصحاب ثنيان انا اللي قلته. اذا طلعت انا في احد مقاطع اليوتيوب او شخص تكلم علي في احد مقاطع اليوتيوب لا تكتبون جيش ثنيان، اكتبوا اصحاب ثنيان. اكثر من شخص يقول لي ثنيان هذا اليوتيوبر تكلم عليك رد عليه. احنا ما رد اللي ساعه بساعه، احنا نشوف عندنا مشكله ونحلها. الحين ايش مشكله هذا اليوتيوبر؟ مشكلته ان كل التعليقات اللي عنده بالفيديو اصحاب ثنيان. خلاص في مشكله لها حل. ايش تسوي؟ طيب انا عارف ان في كثير من اليوتيوبر يتابعوني هنا في سناب شات، انا اوريكم حل هذه المشكله. تروح على اعدادات القناه، تروح على كوميونتي، بعدين تروح على كومنت سيتنج، بعدها تروح على بلاك ليست وتحضر الكلمات اللي ما تبغاها تطلع في فيديوهاتك وتكتب هنا اصحاب ثنيان. وبكذا اي شخص يكتب كومنت اصحاب ثنيان ما راح يطلع عندك بالقناه ابدا. لو يكتب اصحاب ثنيان 100 كومنت ما راح يطلع له ابدا. خلاص ليش السب ومدري ايش وهذا اليوتيوبر. الشيء الثاني اللي بقوله، اصحاب ثنيان زي ما قلت انتم سويتوها من نفسكم، تبغون لي الخير، الله يعطيكم الف عافيه. في كثير من اليوتيوبر فهموا غلط، راح يقولون للمتابعين اللي عندهم روحوا اكتبوا. كثير عندنا في الفلوق الاخير يكتبون اصحاب فلان. لما رحت شفت مين هذا فلان فتحت المقطع حقه في اليوتيوب، لقيت هو في المقطع عنده يقول لهم روحوا اكتبوا اصحاب فلان عشان تنتشر قناه، يفكر قناتنا انتشرت زي كذا. الحمد لله يا رب احنا القناه كانت عندنا تنتشر من قبل هاشتاج اصحاب ثنيان. هنا فيديو اصحاب ثنيان وهذه الفيديوهات اللي قبل انتشرت من قبل هذا الفيديو. فيعطيكم الف عافيه اصحاب ثنيان، والله ما قصرتوا. اشوف كثير يجي يسب وكلكم تردون عليه لا ثنيان غير وثنيان ما طلب مننا. شكرا لكم وادري ان تتمنون لي كل الخير، الله يعطيكم الف عافيه. هذا مثال لاحد الاشخاص يقول ان التعليقات بالفيديو عنده كل اصحاب ثنيان، يقول لي الحل انك تنزل فيديو وقول لهم لا يكتبون زي كذا. علمت الطريقه، قلت له روح الاعدادات في اليوتيوب واحضر كلمه اصحاب ثنيان، وراح سواها. وهذا على الفيديو الجديد حقه ما احد يقول اصحاب ثنيان ابدا. خلاص زي ما نقول دائما لكل مشكله حل، اللي نقوله الحمد لله احنا نطبقه. اما يجي واحد يسبنا ونروح نسبه ومدري ايش، لا والله احنا مشغولين نطور نفسنا ونتعب على نفسنا، والله علينا اصحاب ثنيان. يلا يا جماعه احنا مشغولين من بحث وندخل مدري مين اليوتيوب واحد يسبنا، وندخل تويتر واحد يغلط علينا، شويه ادخل انستغرام لقيت اتهكر مره ثالثه. ايش سوينا احنا يا جماعه؟ سجل الخروج وغير الباسورد وغير الايميل وغير رقم الجوال وغير كل شيء يا جماعه. ابغى منكم شيء واحد والله يا جماعه تكفون، ابغى منكم شيء واحد تسوونه. هو ينتظر لما بكره لان اغلب الشعب نام الحين، بس بقول لكم اذا بكره نزل صوره لا احد يكتب كومنت ابدا، حط حسابه لا احد يضيفه ابدا، لا احد يتفاعل معه ابدا.
يسوون هذه الاشياء عشان يبغون تفاعل بس ويبغون متابعين، فلا احد يضيفها ابدا ولا احد يكتب شيء. والله دعم الانستغرام جدا فاشل، افشل دعم في برامج التواصل الاجتماعي كلها. لا تغلبك كثر الوساويس والياس، قم اطلب الله فارج الهم يعطيك، لا تطلب الفزعة ولا تطلب الناس حتى أضلع لك وسط ظلمه يخليك.